يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. معاكم كريستينا من قناه دبري وفري مع كوكي. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض صوص شوكولاته. سهل وبسيط خالص، حاجه كده بدائيه. تزيني بيها اي بقى تورتات، اي جاتو، جاتو شاتو، اي حلويات عندك عايزه تزوقي بيها ممكن انت تزوقي بيها. مكوناته بسيطه خالص، موجوده يعني في كل بيت، مش هتغرمك حاجه كتيره يعني. كوبايه من السكر، كوبايه من اللبن، 5 معالق كبار من الكاكاو. بس يا ريت وانت بتجيبي كاكاو يكون نوع كويس يعني، عشان النكهه بتاعته تبقى حلوه يعني. معايا نص كوبايه من الزيت. تمام. هاخد بقى المكونات دي كده احطها في الخلاط. احط اول دقيق اللبن، كوبايه من اللبن، عليها كوبايه من السكر، 5 معالق كبار مليانين من الكاكاو. تمام. مش هحط الزيت دلوقتي، هحط الزيت وانا مشغله الخلاط، بتنزلي يعني سنه سنه لغايه ما الخليط كله يكون متجانس معاكي. هشغل عليهم الخلاط وهنزل سنه سنه بالزيت. بصوا كده بقى انا كده خلصت ضربته كده. تمام. بصوا بقى شكله كده، هنزله برده معاكم في البوله واوريكم شكله عامل ازاي. بصوا كده بنات بقى التقل بتاعه. تمام. عايزه اوريكم برده. حلو قوي، هينفعك في اي حاجه عندك. شكرا يا حبيبتي. كنا بنقول ايه؟ هينفعك بقى في اي حاجه، تزيين تورت، تزيين كتابات، اي حاجه عايزه تحطي عليها شوكولاته هتحطي فيها. ان شاء الله هعمل لكم وصفه بعد الفيديو دوت على طول، بواقي الكيك هتعجبكم خالص. هستخدم برضو فيها ايه، صوص الشوكولاته. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، واكون قدرت افيدكم ولو حاجه صغيره. بتمنى بقى منكم لو اول مره بتشوفوني يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو. ان شاء الله اشوفكم في الفيديو جديد. باي باي.